ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. مكملين معاكم يا جماعة في مسلسل او سلسلة التصريحات. سلسلة التصريحات طبعا دي خلاص بقت حاجة أساسية وثابتة تقريبا في كل حلقة. نبدأ أول حاجة في مع برنامج اللعيب طبعا مهيب عبد الهادي، لأن البرنامج ده تقريبا هو أكتر برنامج حاليا في الوسط الرياضي مثير للجدل، علشان خاطر يتشاف اعتقد، يعني لان هو لو برنامج عقلاني شويه مفيش اي حضور ولا اي قبول من اي نوع في البرنامج اصلا ان حد يتفرج عليه عموما يعني. فلازم نثير الجدل علشان خاطر الناس تتفرج علينا ويبقى فيه مشاهدات باي طريقه، فبيجيب دايما الناس اللي بتثير الجدل. طيب بتثير الجدل من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان حد يقول تصريح مثلا خزعبلي ملوش اي علاقه بالواقع، علشان خاطر كل وسائل التواصل الاجتماعي تتداوله ويقولوا ان ده في برنامج اللاعب اللي مع مهيب عبد الهادي حصل واحد اتنين تلاته اربعه، وسيد عبد الحفيظ مثلا رد على مثلا كابتن احمد سليمان بالطريقه الفلانيه وافحمه وما اعرفش عمل ايه، فهو عايش على كده فقط لا غير. نبدا باول تصريح معانا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان قاعد مع كابتن احمد سليمان وايمن عبد العزيز في البرنامج. كابتن عبد الحفيظ بيقول هسأل سؤال ليكم، انت لو عندك القدرة تاخد وسام ابو علي وديانج وزيزو تاني ولاعيبة تانية، هتاخدها من الاهلي ولا هتقول لا؟ الاجابة طبعا اخدهم. ايمن عبد العزيز قال لك انا مع الكابتن سيد، لو معاه قدرة شرائية واقدر اخطف وسام من الاهلي هاخده. احمد سليمان بيقول لك كان في اتفاق ما حدش يخش على لعيبة التاني. مهم عبد الهادي قال لك طب ما الزمالك دخل على عبد الله السعيد لما كان في الاهلي. سيد عبد الحفيظ قال لك حسين ياسر كان معانا والزمالك اتفاوض معاه قبل ما يمشي من الاهلي واتفق معاه وبعده دومينيك وكان عادي ساعتها. طبعا دي حاجه يا جماعه يعني مفروغ منها خلاص. هما باي حاجه تحصل الاهلي لو جاب لاعب من الزمالك نطلع القطط الفطسانه في الموضوع ونفضل نقول اصل هم غدروا بينا، اصل هو مفيش غير الزمالك يجيبوا منه، اصل ما اعرفش ايه، اصل عشان انت معاك فلوس، اصل عشان انت ننوس، اصل، ويفضلوا يتكلموا وهكذا وهكذا. لكن هم لما يفاوضوا حد من الاهلي ولا يجيبوا لعيب من الاهلي، لا ساعتها بتبقى حلوه وجميله وعليها شوكولاته. فدي حاجه اساسيه يعني مش جديده عليهم يعني. احمد سليمان بيقول في حاجه هقولها لاول مره ومحدش يعرفها. طبعا كلام كابتن احمد سليمان دايما كله كده يعني، دايما كلامه كله بيبداوا بايه؟ حاجه هقولها ومحدش يعرفها، لان هي تقريبا حاجه يعني في الغالب بنسبه 90% ما بتكونش حصلت اساسا، عشان كده لازم يقول محدش يعرفها عشان محدش يطلع يكذبه او كده يعني. ما علينا، قال لك في حاجه هقولها لاول مره ومحدش يعرفها. قبل نهائي كاس مصر بطريقه ما واسلوب معين اتمرنا في استاد القاهره قبل الماتش بيوم. سيد عبد الحفيظ قال له سجل يا عم، وهل بيراميدز بقى اتدرب في استاد القاهره؟ احمد سليمان قال له ده من حقنا ان نتدرب على ملعب المباراه. سيد عبد الحفيظ راجل فاهم وحافظ قال له لا، الكلام ده في ماتشات افريقيا فقط مش في الماتشات المحليه. ما انا لعبت بيراميدز في نهائي 2022 وما اتدربتش في الاستاد ليه؟ اهو كابتن احمد سليمان حب يكحلها عماها زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني انت هو بتتجامل من مؤسسات بقى الرياضيه بقى، وبيتفتح لك الملعب اللي هتلعب عليه تتمرن عليه، رغم ان انت هتلعب فريق مصري زيه زيك، يعني من حقه يتمرن بقى زيه زيك. يا اما ما تتمرنوش انتوا الاثنين، يا انتوا الاثنين يا اما انتوا الاثنين لا. فدي حاجه انت قلتها اهو، دي بتدينك انت على فكره، دي حاجه بتدينك انت وبتبين اكتر ان انت بتتجامل اهو، فما تزعلش من مجامله اي نادي تاني بقى في مصر. تمام. كابتن احمد سليمان برضو قال لك انا كنت اقدر اتعاقد مع لعيبه في الاهلي من فتره، بس بعد زياره كابتن الخطيب للزمالك لتحسين العلاقات وان هيكون في علاقه جديده، افتكرت ان هيبقى في هدنه منها في هذا الموضوع. يا نهار ابيض يا جماعه، مفيش فايده يا جماعه. يعني هم عملوا كل حاجه غلط مع النادي الاهلي بكل الطرق وبكل الاساليب، ويقف مع بيراميدز ويحارب هنا عشان خاطر الاهلي ما ياخدش الدوري، ويحارب هنا ما اعرفش عشان يعمل ايه، وبعدين يرجع بعد كده لو انت يعني هو بيحاربك ديرتي، لو انت حاربته بالمواجهه وبكل شجاعه، اللي هو مثلا انا هحاربك ازاي؟ هاخد منك لاعب بوضوح، انا عايز اللاعب الفلاني باخده. وده على فكره مش محرم يعني في الكوره، يعني دي حاجه عاديه جدا ان انا اروح افاوض لاعب عندك ومش هخطفه، لا هيجي بمزاجه، فدي حاجه عاديه جدا، ما تزعلش ولا تضايق اي حد. يعني انت بتحاربني ديرتي ومن تحت الترابيزه، لكن انا بحاربك وش لوش. اه يا عم انا عايز اضعفك بس في وشك بواجهك، ما بروحش اقف بقى مع حد تاني وخلي شكله وحش قوي يعني. فانتوا اللي بداتوا على فكره، وبداتوا بالكلام والتصريحات والخطا والشتيمه
والطرق الوحشه كلها انتوا اللي بداتوها من الاول. فما تزعلش لما واجهك مواجهه مباشره وش الوش كرويا ورياضيا، ولا بغلط فيك زي ما انت بتغلط، ولا بقف مع فرق ضدك وبتكاتف معاهم. فيا ريت ما نزعلش يعني من الموضوع ده، يعني يا ريت يعني. أم، كمهيب عبد الهادي طبعا، يعني برضه في خبث اعلامي كده. طبعا خبث اعلامي ده مش حاجه وحشه يعني، هو عايز يطلع كلام من الضيف فبايه بيجيبه له باسلوب معين. بيقول لي كابتن سيد عبد الحفيظ ايه، كابتن سيد انت وحشتنا وحشتنا وقفتك في الملعب. هل ممكن نشوفك قريب في اي منصب مع الاهلي؟ ومش شرط مدير للكره، ممكن عضو مجلس اداره او مدير رياضي. سيد عبد الحفيظ انا حاليا ما بفكرش غير في شغلي اللي بعمله دلوقتي، يمكن في المستقبل. لكن انا قلتها مرارا وتكرارا، انا موجود في اي منصب وفي اي مكان يطلبني فيه النادي الاهلي. مهيب بيقول له طيب ممكن نشوفك مع فريق غير الاهلي؟ عبد الحفيظ قال له بص، صعب جدا اللي اتربى في الاهلي يقدر ينجح في اي مكان تاني. هو صحيح الامر في الاهلي صعب، انت دائما مطلوب منك المركز الاول مهما كان المنافس ومهما كانت البطوله. لكن برضو انت عندك كل مقومات النجاح في الاهلي في كل شيء. ومع احترامي للجميع، لكن انا ما ينفعش اشتغل غير في النادي الاهلي فقط. لو عايز يوصل لنقطه ان يا كابتن سيد يعني ما تنتميش للاهلي قوي كده يعني، وتبقى حمقي كده مع النادي الاهلي وتقف معاه قوي يعني، ما هو الناس سايباك اهو، ما حدش معبرك يعني. فيعني يا كابتن سيد كده انت شكلك مش هترجع، ولا شكلهم مش عايزينك ولا ايه يعني؟ بيفتح الجرح القديم يعني، ان انت مشيت ليه والناس دي مش معبراك ولا ايه، قصص دي يعني. وعلى فكره كابتن سيد عبد الحفيظ اتسال السؤال ده مليون مره، يمكن من مهيب بس بتاع 5 6 مرات نفس السؤال كده، لو مش هنشوفك تاني في الاهلي، هو انت مش ترجع تاني، هو انت مشيت ليه كده يعني. عايز يعرف اسرار وخلاص، اي اسرار ان في مشاكل يعني بس. احمد سليمان والكلام اللي ما بيخلصش والكلام اللي كله ماسكه خلاص بقى زي اللي بان في بق كل الناس تقريبا، الاعلاميين الرياضيين ونادي الزمالك وهكذا. احمد سليمان بيقول احنا لازم نشوف ميزانيات الانديه اللي بتصرف اكتر ما بتجيب. يعني مثلا الاهلي بيغطي مصاريفه بسبب البطولات اللي بياخدها، اهو دلوقتي قال لك الاهلي بيغطي مصاريفه بسبب البطولات اللي بياخدها. كان من كام يوم بالظبط كان الكلام كله الميزانيه وفلوسك منين، ميزانيه فلوسك منين، احنا لازم نراقب عليك، احنا لازم ده فيه اهدار مال عام، احنا لازم نكشف على عقود ما اعرفش مين. دلوقتي كلام مختلف تماما، الاهلي بيغطي مصاريفه بسبب البطولات اللي بياخدها، تمام. لكن بيراميدز لا يمكن ان يكون مصاريفه اللي بيصرفها قد اللي بتجيله. يعني دلوقتي بيخبط في بيراميدز، ربنا يسترها كده. المصالح اللي كانت مع بيراميدز ابصر راحت ولا ايه اللي حصل لها؟ ربنا يستر. يعني كده بيديها وش كده في بيراميدز يعني. تمام. معانا بعد كده يا جماعة خبر. خبر موقع 247 بيقول لك الاتحاد المنستيري التونسي يمنح الزمالك اسبوعا لسداد القسط الاخير في صفقه اللاعب احمد الجفالي، مع دفعه 25 الف دولار غرامه تاخير، ليصبح اجمالي المبلغ 325 الف دولار. طبعا يا جماعه ده خبر يعني تقريبا، انا بصوا يعني اي خبر فيه مشاكل مع لعيبه او فلوس لعيبه ما خدتهاش او مشاكل في عقود اللعيبه ولا كده، فدي حاجه مش جديده على نادي الزمالك يعني. هو معظم مشاكله دايما كده، مستحقات متاخره، مشاكل في الفيفا، كلها بسبب تقريبا المستحقات المتاخره او المستحقات اللي هي ما بيسدوهاش لاي حد اشتغل معاهم، سواء مدير فني لاعب كوره ايا يكن. ادي اهو قسط اتاخر عليهم على نادي الاتحاد المنستيري، ان هو احمد الجفالي ليه فلوس يعني، ليهم فلوس بالصفقه، بقى اخر قسط اتاخرتوا فيه حط عليهم غرامه 25000 دولار زياده، طبيعي. تمام. الموضوع دلوقتي لا ناخد الاول. بقول لك 7 لاعبين من فريق كرة اليد بالزمالك يتقدمون بشكوى رسمية ضد النادي للمطالبة ب6 ملايين جنيه مستحقات متأخرة. اهو يا جماعة خبر مش جديد، دول خبرين بس النهارده معايا في الحلقة بيتكلموا عن ان الزمالك عليه فلوس للاعيبة مش عايز يدفعها، والناس كلها بتشتكي فيه ده، فدي حاجة مش جديدة اساسا يعني. الشغل الشاغل لجماهير الزمالك صفقة حامد حمدان، وان الاهلي بيخطفها منهم، وان الاهلي لف لفه كبيره عشان ياخده، رغم ان هم من ناشئين الاهلي اصلا، ومش محتاج الاهلي على فكره يلف لفه كبيره عشان يخطف واحد زي حامد حمدان، لان هو مثلا مش زين الدين زيدان ولا رونالدينيو عشان الاهلي يلف لفه كبيره ويخطفه. الاهلي لو دخل بس في الصفقه بفلوس اقل هياخده، وهو هيختار الاهلي الاول زي كل لعيبه مصر يعني. في مشجع زملكاوي بيقول لك ايه، بيتكلم على نادي بتروجيت، يقول لك اهو بتروجيت ده نادي زباله. ليه بقى؟ الاهلي طلب منهم احمد رضا في نص الموسم اللي فات ووافقوا عليه على طول، مع انهم في احتياج ليه، ما جددوش لرشاد المتولي وسابوه يمشي فري.
الزمالك طلب حامد منهم، قالوا لك احنا بنحافظ على قوام الفريق، وانا متاكد انه مش بتروجيت بس اللي كده، ده فيوتشر وسيراميكا وغيرهم. عشان كده الزمالك هيفضل يرعبهم حتى لو معاهم اهم لعيبه في الدوري. طبعا ده اي كلام عادي يعني، هو الراجل حرقاه بس ان هو صفقه حامد حمدان هربت منهم بسبب النادي الاهلي يعني. وانا مش شايف والله يعني كلامكم على حامد حمدان ده ان هو يعني اللي هيجيب كل حاجه لنادي الزمالك. يعني انتوا اللعب عندكم مين؟ هي المشكله ان الاجواء نفسها والوضع نفسه في النادي ما يساعدش اي لاعب مهما كان حجمه لو اوروبي حتى انه يلعب في النادي ولا يحقق اي حاجه، ده طبيعي يعني. طيب، اللي وحشني كابتن خالد الغندور بيقول لك من حق نادي بتروجيت يبيع احمد رضا في وسط الموسم للاهلي، ومن حق نادي بتروجيت عدم التجديد لرشاد متولي وانتقاله لنادي مودرن بلا اي مقابل، ومن حق بتروجيت يرفض بيع حمدان للزمالك نظرا لاحتياج الفريق الى خدماته. والله يا كابتن خالد انا عارف الدواخل في كلامك كده وما بين السطور يعني، ان انت قصدك ان انت تقول يعني ان هم بيتعمدوا ما يدوش نادي الزمالك يعني. بس في ظاهر الامور الكلام كله صح، هو من حق نادي بتروجيت فعلا، دي اللعيبه بتاعته اسرحها، ادي لاعب لنادي ببلاش، ادي لاعب لنادي بفلوس، ازود على نادي، ما اديش لاعب لنادي، انا حر، النادي هو حر في اللاعب بتاعه. ففعلا انت كلامك صح يعني، بغض النظر عن اللي جواك ايه يعني. فطبعا انت كلامك صح جدا بصراحه يعني. بس وبعدين يعني ما هو النادي الاهلي برضو بيبقى فيه فرق بتتعمد ما تدروش لعيبه، ما بيراميدز ما بيديناش، انت ما بتديناش، مثلا المصري الاسماعيلي، في ناس كده تلاقيها مثلا ايه، في انديه كتير انبي، في انديه كتير بتتعمد برضه ما تديش النادي الاهلي، ما بنفضلش بقى نعيط ونزعل اصل انبي ادى مثلا الزمالك مصطفى شلبي لكن جه عند الاهلي ورفع سعره الضعف. ما فضلناش نعيط يعني، عادي يعني. وفي الاخر صفقه مصطفى شلبي هو انتوا كنتوا ما صدقتوا تدللوا عليه عشان تبيعوه، وفي الاخر تقريبا اتباع ولا لا مش معرفش يعني، بعتوه معرفش السيراميكا ولا مين، ولا المودرن مين الفريق اللي خده، وخلاص يعني. اهو ما بتحصل مع النادي الاهلي برضه، ما بنتكلمش ساعتها. دلوقتي احنا الانديه كلها ضدنا واقفين ضدنا وما اعرفش ايه اللي، واحنا بنتحارب. خلاص يا جماعه بقى يعني، النادي ما رضيش يديك لاعب، خلاص شوف غيره بقى كده واكبر. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، سلام عليكم.